انا شخصيا اخوتي المغاربه ملي سمعت القصه ديال بدر بقى فيا بزاف صراحه. القصه ديال هاد الشاب كتقطع في القلب، ولكن اخوتي المغاربه في نفس الوقت فيها بزاف ديال العبار. الاخ بدر اللي تولد في عائله ميسوره، وكما تعلمون اخوتي المغاربه الابناء ديال العائلات الميسوره في المغرب راه كيقراو غير الدومينات الملاح، ها الطب ها الهندسه ها الطيران والمجلات الملاح. اما حنا ابناء الفقراء والكادحين كنعرفوا غير لافاك. المهم اخوتي المغاربه نرجعوا للموضوع ديالنا. الاخ بدر قرا مزيان وتخرج وخدم مفتش في لارام، هذيك الشركه الملكيه للطيران والخطوط الملكيه وداك الشيء. المهم خدم فيها مفتش وكيش اكثر من 2 مليون للشهر. المهم السيد عايش مرتاح ماديا ونفسيا، يعني السيد راه عايش سانك. المهم الاخوان من بعد السيد غيموتوا والديه وغيزيد يتغنى، حيت نعم سيدي غيخليوه واحد الارث كبير، ها الفيرمات ها الاراضي ها الديور في جميع المدن المغربيه. المهم السيد غيضربها بواحد الزويجه وغيتزوج بواحد خيتي، قال لك اسيدي دات ليه شي 900 مليون وطلبت منه الطلاق ديال الشقاق، وفعلا طلقوا. هادشي اللي غادي يمرض بدر وغادي يدخلوه في واحد الامراض نفسيه وديبرسيون وداك الشيء. هادشي اللي غادي ياثر عليه حتى يجريو عليه من الخدمه ديالو. يعني اخوتي المغاربه فراه الثقه في هاد الزمان راه ما بقاتش، هذا هو الواقع. الثقه راه ما بقاتش، اقرب شخص لك غادي يخونك. وحاجه اخرى ان الدنيا سبحان الله العظيم دغيا كتنقلب دغيا، اليوم غتضحك ليك غدا غتبكيك. دائما عندك الفلوس عندك اي حاجه ما تقولش ديالي ديال الله، لان الله هي اللي عطاها لك اليوم وهو اللي غادي ياخذها لك. ان لله وانا اليه راجعون. يعني انت براسك راه ديال الله، كل شيء ديال الله. يعني ما تكبرش تقول تفتخر لا ديالي حتى حاجه ماشي ديالك، حتى حاجه. كل ما تملكه ليس لك، حتى حاجه ماشي ديالك، حتى حاجه ماشي ديالك، كلشي ديال الله. يعني الاخوان ما تبقاوش تفتخروا بشي حوايج ماشي ديالكم، ما تبقاش تكبروا وتفتخر ديالي ماشي ديالك، كلشي ديال الله. اخ بدر نجح في الحياه ديالو المهنيه، ولكن في الحياه ديالو الزوجيه فاشل، حيت ما قدرش يختار واحد الشخص مناسب، اختار شخص غير مناسب، اختار واحد الشخص خبيث، اختار واحد الشخص اللي لعب عليه حتى دار ليه الوكاله ودا ليه كلشي. انا شخصيا اختارت شي ناس نتصاحب معاهم ويكونوا اصدقاء ديالي غير مناسبين، وشحال من واحد فينا كيختار اشخاص غير مناسبين، وهذا الخطا راه كنديروه كاملين، وهذا الشيء مكتوب والاخ بدر هذا الشيء اللي كتب عليه الله. المهم اخوتي المغاربه الهدف ديالي من هذا الفيديو هو انني ندعو اخوتي المغاربه، ندعوكم جميع الناس اللي يقدروا يعاونوا هذا السيد هذا الاخ ديالنا ولو بالقليل ولو بالكثير، يعاونوه. فراه هذا السيد اليوم في حاجه ماسه اللي يعاونوا. اليوم السيد راه غير متشرد في الزنقه، كيبات غير في الزنقه. لهذا اخوتي المغاربه اللي يقدروا يعاونوا. هذا ما كان الاخوان، السلام عليكم.